راهي كاينه لهيه راهي تما. السلام عليكم الحباب لا فامي، نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم على خير. مرحبا بكم في الجزء الثاني من الرحله ديالنا اللي كانت ما بين الدار البيضاء والرباط، ومشينا باش نكتشفوا الجمال تاع ديك المدينه والانوار الليليه اللي كانت صراحه ساحره، واستكشاف قصبه الودايه والجمال اللي كتطل عليه ما بين الواد والبحر. والرحله كيفاش بدات؟ اللي كانت الانطلاقه ديالها من الدار البيضاء، شحال خلصنا وشحال تقى معنا الثمن ديال البوراق وشحال تقى معنا حتى الثمن ديال المبيت. فدابا الا باقي ما شفتيش الجزء الاول ضروري تدخل تشوفوا باش تتبع معنا الجزء الثاني. مرحبا بكم. راهي تما كاينه واحد الكافي، وهذيك الكافي مليه فيها قناوه. يلا سمعتها قناوه هما كيديروا موسيقى تما، غتكون تابعه شي اوتيل او تابعه شي ريستو كافي. اسراء غادي يخرج لها عقلها في هاد البلاصه هادي. اسراء هاد البلاصه عجباتك؟ عجبتك كيفاش الصراحه حنايا كبار عجباتنا هاد البلاصه هادي. اللي عجبني فيها بزاف نقى البيوضيه نقى. سمعتها؟ دار الكرم واحد الكافي زوينه كاينه حتى هي في هاد البلاصه هادي، وكطل على الواد. ملي كتكون مريح تما كتشوف دوك الناس ديال القناوه المعلميه، الناس ديال الجيتار كلهم كيلعبوا. صراحه طلعنا عجباتني هي هذيك اللي كاينه لها الفوق. احتراما لدوك الناس ما بغيتش نفيلمي لك نتما شنو كاين لداخل، ولكن لما دخلت ليها انا صراحه الله عجبتني مزيان. ودايه راه من قبيله كنا كنتسارى، وهاد الودايه هادي والله ما بغات تسارى. دابا فين غادي نمشيو ان شاء الله؟ غادي نمشيو حدا لاكوط اللي كاين هنايا. يلا بعد ما خرجنا من القصبه ديال الودايه تميت غادي ويبان لي واحد الباب كيدخلوا مع عباد الله. الفضول اللي فيا حتى انا دخلت مع داك الباب ويتبان لي كاين جرده ديال الاندلس، ولكن بانت لي مسدوده. وبان لي عباد الله كيتموا غاديين مع هذا الممر، وانا نقول حتى انا نمشي ونكتشف شنو كاين في هذا المكان هذا. ولكن داك الشيء اللي شفت ما شاء الله كاين واحد الفيو زوين احسن من النهار، ولكن بالليل لما كيبان لك البولات بحال هكا شاعلين كيعطيو واحد الفيلينغ، واحد الحاجه زوينه. كتحس راسك بحال خارج من شي فيلم ديال الرومان ولا من شي فيلم ديال غلادياتور ولا عصام. عرفتي ملي شفت الباساج بحال هكا كنحس راسي بحال داخل في شي فيلم قديم. عندك افلام ديال تركيا؟ نعم ديال تركيا والله الا ديال تركيا على مدار ولا ما تسمع ولا متخلعي. بوبريس عرفتي تقرب لي دغيا فرفر تسكن. مسكين تا هو ما خليتيش عايش في الطبيعه ديالو، عايش في الملجأ ديالو. راه حنا اللي هاجمين عليه صراحه حنا اللي هجمنا عليه. السيد مسكين هو راه في الطبيعه ديالو العادي، ولكن حنايا جينا تهجمنا عليه. ها فين غادا الباساج والله ما عرفت. وحنايا مازال غاديين وسط الزناقي، ما عارفينش اش من بلاصه غادي يخرجنا هذا الباب. بحال كيف ما كتفيق الصباح وكتوكل على الله وكتقول يا فتاح يا رزاق. ولكن الحاجه الوحيده اللي عجباتني وهي كتحس هاد البلاصه واخا انت غادي وما عارفش فين البلاصه غادي، ما كاينش اللي غادي يأذيك. البلاصه كلها مأمنه، وكاين بعض الناس اللي كيقراو في وجهك السلام، وكاين بعض الناس اخرين اللي غير مجرد ما كتجي العين ديالك في العين ديالهم كيتقرا السلام من عند الله سبحانه وتعالى. يكفي غير كتنزل راسك وكتهزو حتى هو كينزل راسو وكيهزو، وهذاك هو السلام اللي كيتقرا بين الناس بلا ما تخرج حتى شي كلمه من الفم ديالك. الجردة لداخل. وهنا شنو كاين؟ كافي. واش نسبخ كاين ندخل اللي كانت في بعضك. اوكي
واخا نقدروا نضربوا غير ونخرجوا نتشاوروا بعدا قبل من فالناس اللي بغاو يجيو لهاد المقهى هادي من الاحسن يجيو شويه بكري. انا ديك الساعه كانت شي 10 ديال الليل والسيد غير طلبتو باش ندخل نشوف هاد الجلسه كيفاش دايره وكيفاش المنظر كيجي على الواد وكيفاش كيبانوا الاضواء الليليه. صراحه هنايا كاينه واحد الجلسه كتستحق تاخذ واحد الكاس ديال اتاي وتاخذ من عنده واحد الحلوه اللي كتكون مغربيه. الثمن ديالها كاس ديال اتاي كيتراوح ما بين 10 دراهم والحلوه حتى هي. ولكن ماشي الثمن اللي مهم، اللي مهم هي ديك الجلسه لما كتجلس وكيبان لك هذا المنظر على طول النهر او كتبان لك سلا وكيبان لك جميع المعالم التاريخيه ما فيها صومعة حسان والبرج ديال محمد السادس والمسرح الملكي. رياض لالا غيتا انا يمكن شي رياض اجا اسراء اجر مسدوداش. شوف الصناره الصراحه هذه محسوبه على جردات الاندلس. وهنا كاينه واحد الكافي ديال واحد السيد كتجي تريح عنده كتاخذ كاس ديال اتاي ومعها حليوه وكتجي زوينه. هذا هو لاسباس من هنا كيجيو الناس خصوصا بالنهار كيكون زوين، ولكن بالليل فيه واحد المنظر كيكون حسن بالنهار. يعني لما كتريح بحال هكا كتجي مع هاد لاسباس اللي كيكون من هنايا. هذه كلها سلا من الليل. بصراحه طلع بزاف ديال الدراري كانوا كيقولوا لي بغيتي تسارى الرباط سارها بالنهار، ولكن لما جيت لها بالليل كنقول لهم واقيلا انا خصني نقول لكم الا بغيتوا تساراوها جيو تساراوها بالليل ما تساراوهاش بالنهار. لان علاش؟ هي الاسم اصلا سماوها مدينه الانوار. ملي كيقولها مدينه الانوار يعني الجماليه ديالها كامل فين كتكون بالليل. بالنهار الشمس الحراره ماشي بحال الليل، ولكن الليل عندها واحد الفيلينغ ما شاء الله. دابا يلا نمشيو نخرجوا حدا ديك البلاصه ارقام. دابا يلا نمشيو نخرجوا حدا لاكوط اللي غادي نشوفوا فيه واحد الباطو قديم حاطينه في هذه البلاصه هذه هنايا. يلا نعاود لكم القصه ديال هنا شنو كان طرا ليا. هنا واحد العام غنعاود لكم شنو طرا ليا في هذه البلاصه هذه في ليبوك ديال 14 15 لا 12 2012 2013. واحد العام كنت جيت هنايا شحال هادي انا وزينب واختها وكنت غادي كنتسارى في هذه البلاصه هذه هنايا. وتما فين كنا غادي كنتساراو كانت هاز واحد الجاكيطه كنا في اليامات ديال البرد. وهذيك الجاكيطه ملي كنت غادي بحال هكا بغيت نقلبها بحال هكا على يديا وهي طيح منا واحد القرعه ديال الريحه. وديك الريحه عرفتي عطات الريحه ديالها في هذه البلاصه دي كلها. ومن يخرجوا الناس كيشموا زعما شنو هي هذه الريحه شنو هي هذه الريحه. ويجي عندي واحد السيد قال لي راه عندنا ترست لي قرعه ديال الريحه اللي كانت عندي راه ترست طاحت لي من الجاكيطه. اش قال لي؟ قال لك المكان او الريحه. قال لك سقيتي لنا القصبه المكان. وانا بدا كنضحك وانا نقول ليه وقول المكان يشريوا لي الريحه اللي ترست لي. ولكن بقات عاطيه الريحه تما. اصلا ديك الساعه كانت واحد الريحه زوينه كانت كتعجبني بلاك اس اللي كان بلاك اكس اس كان الديكور ديالها كحل. المهم عندي اسوار قديمه مع هذه البلاصه هذه يعني، ولكن الداخل ديالها زوين. دابا جيت باش غادي نزورها لقيتها مسدود ما كتابش. نقدر نعاود نرجع عليها غدا الا بقى لي الوقت. لما كتنزل من الودايه وكتنزل كتدخل الجرده ديال اندلس واخا كانت مسدوده ولكن مشيت للكافي اللي حدا الجرده ديال اندلس كتجي لهنايا الكورنيش ديال الرباط. لما كتقارنوا بالعمق ولا بعين دياب كتحس الرباط هربان علينا ياك. الرباط فيه واحد الانوار فيه البولات فيه واحد الديكور لو بالزوين ما تتحسش بالطراغ. دابا في الركوبه حتى هي دايرينها ياك. يعني بداو تتحسنوا داروا الضواء وداكشي، ولكن جيت لاكوط ديال الركوبه ما جايش هنايا فيها لوطه وتتجلس حدا البحر بصح صراحه ما كرهناش ان شاء الله داك البروغرام اللي قالوا ديال عين دياب بغا يعطيو اعاده الترميم. يعني يجي بحال هذا الستيل هذا بحال هكا فكره كتبان يعني كيبان لك واحد الفيلينغ زوين كيبان لك من كاينين ديور معالم تاريخيه. هنا واحد لاكوط كبير فهمتي كله زوين بحال هكا. او ميم طون من هنا لاكوط بحال دابا نقولوا
هنايا في كاين المريسه ديالهم وكاين الباطوات. كاينين واحد الباطو هنا اللي كبير بحال السيل ديال الريستو، وبالليل شي كيفاش كيبان بالليل. بالليل كيبان زوين يا سلام. وهنايا الوليدات فين كيحمقوهم، هنا فين كيجيو الوليدات كيبغيو يلعبوا ويحنقزوا. يعني هاد البلاصه هذا هو لاكوط ديال الرباط كامل. ومن هنا شوفوا كيبان لكم واحد البولاد، هذاك هو المسرح اللي كاين تما. وهنايا كاين البرج ديال محمد السادس، وهنايا كاين واحد الحموريه هذيك هي صومعه حسان. فإلا جيتي حتى لهنايا وكانوا معاك الوليدات فراه ما غاديش تسلم من هاد الناس اللي كيكونوا هنايا، ضروري ما غادي يتفولك جيبك، خصوصا الوليدات ملي كيدوزوا بحال ما عرفت كيديروا لهم السحر في عينيهم، كيشوفوا هاد الشيء هذا ضروري بغينا نلعبوا والبكاء والغوات والله بحال كيديروا لهم السحر في عينيهم، فهمت؟ بحال كيتعمدوا دير لي فوق. صراحه انا راه منين دخلت الرباط وهذا الشيء عاجب والله. الا منين دخلت وانا كانت ساره فيها ما كناش ملي دخلنا مع السلارو والله ما جلسنا، حطينا الصاك ديالنا 7 اكرينا لوطيل حطينا درنا بحال كيما درنا في الصويره. كيعجبني انا شي بحال دابا دوك اللي غاديين بالبيكالاس من الليل. انا ما كرهتش ان شاء الله يسهل الله وناخذ شي بيكالا بحال هكاك تولي ديها معاك كيما بغيتي بحال دابا بيكالا دغيا كتسير في هذا الباساج. اوكي ما تبداش معاك تبدا معاك فاش ما عرفتش كان هاد البوسيبيليتي تجيب معاك في التران ولا لا، والله ما عرفت. ولكن السر الجماليه ديال الرباط هي تيسقيو السقي هذا. شوف الناس كيكونوا غاديين كيسقيو. هادو بين الاسرار ديال الرباط اللي فيها ديك الجماليه وفيها النقاء. هي كتشوف يعني الناس عاطين عنايه كبيره الاسباس فيه، يعني هاد البلاصه كنقول بحال اللي فيها الربيع. كاين الناس اللي مقابلين داك الشيء. هادي اللي كتشوفوا فيها بالحمر هنايا هي صومعه حسان. صراحه ما عرفتش واش غادي يبقى لي الوقت باش غادي نجي ليها دابا ولا لا، ولكن الا ما بقاش لي الوقت غادي نرجع لها بالنهار وغادي ندخل تما وغنتسالى ثاني في هذه المعلومات دي كامله وغادي نشوفوها كيفاش دايره. وهذه هي القنطره اللي كتجمع ما بين الرباط ووسلا. ومن هنايا كيدوز واحد لانين ديال الترامواي. عرفتوا انا شفت هذاك الترامواي داز من هنايا عجبني. الا كنت لكم المسرح راه هو غير هنايا قريب، فهمتي؟ ما بعيدش علينا، راه هو لا يتم. انا الله يا بسم الله يا فتاح يا رزاق. صباح خير الرباط. دابا هادي 7:30 أو 8 ديال الصباح، بداية ديال اليوم غتكون من هنا. صراحة هاد الأوتيل عجبني وجيت ليه وبغيت نبارطاجي معكم في شي حوايج زوينين اللي هو جا حدا البرلمان. بيني وبين البرلمان انا غير 5 دقائق على رجليا، وجا في واحد المركز اللي ممكن المآثر التاريخيه واللي بغى يتسارى قراب ليه كلشي. مشينا البارح للمدينه القديمه، مشينا حدا لاكوط، مشينا حدا ومشينا لودايه. هادو كل ما تكونوا شفتوهم في الفيديو الاخر اللي لها. ومن بعد لما تسالينا ومشينا حتى حدا القنطره اللي حدا المسرح اللي كيدوزوا منا ما بين الرباط ووسلا. ومن بعد طاكسي بتي طاكسي جابنا من
من حدا لاكور حتى لهنايا ب 10 دراهم. دابا اجي نبارطاجي بعدا معكم لي طريف ديال هاد لوطيل شحال داير. هنايا هادو هما لي طريف ديالو. بالنسبه لجوج ديال الناس 280 درهم، وبالنسبه لثلاثه ديال الناس 370 درهم، وبالنسبه لاربعه ديال الناس 470 درهم. صراحه اوتيل انا شخصيا والله الا عجبني، فيه المواصفات ديال السلامه، واللي عجبني فيه بزاف حاشاكم عزكم الله، يعني كاين هدايا دورات المياه كيف ما كنقولوا الدوش، فكاع داكشي اللي غادي تحتاج هنايا. والشومبر كتجي بحال هكا، يعني كيكون لي ديال لي بارون ولي صغير الا كانوا معكم الوليدات. هنايا طويبله، مرايه، كريسي. واللي عجبني فيه بزاف هو لما كتجي هنا كتلقى الفوق مكتوبه القبله، يعني كيقول لك الاتجاه ديال القبله كاين في هذا الاتجاه. دابا ان شاء الله غادي نخرجوا نفطروا ونمشيو ديريكسيون ان شاء الله شاله. يلا معايا. الوغ دابا ديريكسيون ان شاء الله شاله. ملي غادي نركبوا كيفاش غادي ناخذ المركوب ديالي البرلمان راه هو لهيه، الجرده اللي حدا البرلمان، شارع محمد الخامس اللي هو المدينه القديمه راه هي لهيه. زينب بالي واحد الطاكسي جاي. البارح حنا جينا في تجابي ونزلنا في اكداد، نكون صحابيكم جيت غير في العادي. دابا الا بغيت الروتور كيبان لي كازا ارجع في هذا احسن احسن. انا بغينا نجربوا داك التجربه كيفاش داير، كيفاش الداخل ديالو، كيفاش دابا هذا كيتسمى كله شارع محمد الخامس، كتسمى غادي طالع حتى جامع السنه. جامع السنه ديال الرباط ماشي ديال كازا. كاين واحد جامع السنه هو كاين في ومشهور في 2 مارس، جامع السنه. عرفتي نزيد جامع السنه حدا حي المسجد. تبارك الله الرباط تبدلات، الرباط تبدلات بزاف. دابا من هنايا يعقوب المنصور صافي هنا فين كيسالي الشارع هذا شنو سميتو؟ مولاي الشيخ. اذا شحال جابنا الطاكسي ب 10 دراهم من حضر البرلمان ديال محمد، من شارع محمد الخامس طلعنا على شارع محمد الخامس حتى المسجد ديال السنه، ومن بعد دخلنا على يعقوب المنصور. المهم بديت كنكارطي شويه انايا في الشوارع، وهذه هي شاله. دابا باش نشرح لكم هذا الربيع اللي كتشوفوه هنايا وهذا ليسباس كامل اللي كتشوفوا ليه راه مسقي بواحد الطريقه من داك الماء الغير صالح، ولكن كيشدوه ويصفوه ويقادوه مزيان ويعطيوه ليه تريطمون، ومن بعد كيخرجوا داك كيحيد دوك البقايا الصلبه، وهذاك الماء اللي كيبقى هو كيبان لك الرباط كيتسقى به كامل. هاد القضيه يلاه ولاو كيخدموا عليها في كازا ولاو دابا كيديروها. دابا يلا ندخلوا لشاله. شاله هذا الموقع اللي عنده تاريخ قديم وبدا مع الحضاره الرومانيه، واللي تبنات فيها المدينه اللي كان الاسم ديالها سالا كولونيا. وفي هذا الموقع باقي الاثر ديال الحمامات والشوارع اللي كانوا مصيبينها الرومانيين، وباقي حتى الاثر ديال الخط الروماني مكتوب ومتراصي في الحجر هنايا، وحتى المعابد كاينين في هذه المنطقه هذه.
ولكن في القرن 14 جاو المارينيين اللي حولوا شالة المجمع ديني ومقابر ملكية، وبناو السور كبير وكان وصل منه الأضرحة اللي مازال كيبانوا حتى اليوم، وانا شفتهم بالعين ديالي. واليوم شالة ماشي غير موقع اثري بل فضاء سياحي اللي كيخلي الزائر يعيش واحد التجربه فريده من النوع ديالها، اللي كتمزج ما بين التاريخ والطبيعه والهدوء. وكاين بعض الناس اللي كيقولوا ان شالة ماشي غير موقع اثري ولكن مكان مسكون بالارواح وبالطاقه الغامضه، حيت في هذاك المكان كتشوف اثار قديمه والطيور اللي مازال عايشين وسط الاسوار، بحال كتقول هما اللي حاضين ذاك المكان. الا كنتي من عشاق التاريخ والغموض، شالة غتخليك تعيش هاد التجربه اللي ما عمركم ما غادي تنساوها. الجوله كانت ممتعه وانا كنقول الناس يجيو يزوروها. وبالنسبه للناس اللي عزيز عليهم التاريخ، هنايا غتلقاو بزاف الحوايج اللي غتستافدوا منهم، وحتى الناس اللي مقابلينا والله الا بغيت نقول لهم داكشي عندهم بروفيسيونيل. وبالثمن ديال الدخله بالنسبه للكبار كان 35 درهم وبالنسبه للصغار كان 15 درهم. صراحه تجربه عشناها وكانت زوينه. باش نقول لكم في هذا البارتي هذا راه الميكرو كان طافي ليا ودابا انا كندير غير الوا اوف معكم، ولكن المهم هو الميساج نوصلوا لكم. الى اللقاء، امتى غادي نتلاقاو؟ العيد مولد. دابا ديريكسيون فين ان شاء الله؟ دابا فين؟ غادا تمشي لصومعة حسن. دابا خاصنا نمشيو حتى لهون ديك البلاصه باش ناخذوا شي طاكسي اللي ينزلنا ان شاء الله صومعة حسن. فما بقى ليا الا نقول لكم خليتكم في امان الله. الحلقه المقبله ان شاء الله غتكون في مسجد حسان وفي الضريح الملكي، ولكن كاين واحد التحدي اللي غادي نحسبه في الساحه ديال المسجد حسان، شحال كاين من عمود واقف تما، ومن بعد غادي نخرج ونشوفوا الاطلاله اللي كتكون بانوراميه اللي كيطل على من الفوق فين كاين المسرح الملكي والبرج ديال محمد السادس والقنطره اللي كتدخلنا للسلا.